داروا واحد التيماتوم لفتيت نهار الاثنين تحط استقالتك ولا راه حنا غنفرشوك. قالوا ومن بعد كاين واحد الموقع الكتروني اخباري اللي تا هو تكلم على هذا الموضوع وكيقول ان الفتيت شريكه هو واحد السيد سميتو بن ابراهيم، وهذا السيد في هذه اطارات الشركه وهذا كاين اكثر من 2000 معامله تجاريه، ماشي غير تجاريه، عقاريه. واش الفتيت وزير الداخليه الكل في الكل يطلع لنا هذه المعلومات هذا وبان عنده عقارات وبان انا ما كنقولش يكون فقير، لا، يكون مستور ويضمن المستقبل ديالو ديال وليداتو. خدم البلاد من حقه نهار يمشي للتقاعد تكون عنده دارو، يكون عنده واحد المعاش مريح، وليداتو عايشين بخير وعلى خير، متفقين على هذا الشيء كامل. لكن هذا الكم الهائل ديال العقارات سير بيع شري هذا، وكذلك انه يشري واحد العقار بثمن بزاف اقل من الثمن الحقيقي، هذا تضارب المصالح. هادشي ماشي انا اللي كنقولوا، هادشي كيقولوا موقع الكتروني، كيقولوا هاد لي هاكرز. وزير الداخليه ساكت. الا هادشي كذوب وزير الداخليه يدير بيان شخصي ويقول انا الموقع اسفل وهذا داكشي اللي كيقولوا راه كذوب وبهتان وهذا، وانا سألجأ للقضاء عادي، وحنا غادي نقولوا تبارك الله مزيان خليه يلا سير القضاء. الا هادشي بصح كارثه، خصو يحط استقالته. كاين شي حوايج اللي بصراحه ما مفهومينش، كتخلي الشعب المغربي تالف. كيفاش يعقل؟ احنا دابا شعب مغربي عادي، مواطنين عاديين، نتكلم على 36 مليون مغربي، حيد منهم المسؤولين الكبار، حيد منهم الطبقه السياسيه، حيد شحال هاد الناس 5000 6000 7000 يلا اوب، دوك كتبقى 35 مليون و700. وهذا هاد 35 مليون وهذا الشيء لما كتكلم ليه على الفتيت دار خدا ارض قل بكثير من القيمه ديالها وهذا في تضارب مصالح وما كيتحركش حتى ما كيدوي. لما يتم سحب قانون الاثراء الغير مشروع، الشعب المغربي كيبقى ساكت، يقولوا ويلي هادو يضربوا الفلوس الاثراء الغير مشروع. انا ما كنقولش دار لي زافير وربح فلوس بزاف وبخير، لا، الغير مشروع عادي كان خصو يدوز هذا القانون، قبروه. لما كنسمعوا ان تضارب المصالح وهذا والوزير وهذا والملاير، لما كنسمعوا ان خرجات ميزانيه بمئات الملايير لدعم استيراد اللحوم والمواشي وهذا، والثمن بقى هو، ولما بغاو يديروا لجنه تقصي الحقائق اقبرت، لما بغاو يحقوا في هادشي اقبر، ناس ضربات مئات الملايير وما تحركاتش. الشعب المغربي كيشوف المواطن العادي وكيقول وك عباد الله اش واقع، وتعد فينا ما كيتحرك حتى واحد من هاد المسؤولين، ما كيقول بركه من العلف، بركه راه شبعت وكرشي كبرات راه غطرطق، وغدا امام الله اش غادي نقول؟